صلوا عليه وسلموا وعلى جميع المرسلين. سأعرفكم بنفسي من جديد. أنا عربي من شبه الجزيرة العربية، عشت زمن محمد وتتبعت أخباره وأخبار دعوته وما زلت، وعلمت أنه بعد أن مات عمه أبو طالب وأصبح عمه أبو لهب سيدا للعشيرة، كان على محمد وهو في 53 من العمر أن يرحل عن مكة إلى مكان جديد يستقبل فيه مصيرا جديدا. وفي ذلك اليوم الذي رحل فيه محمد حدث أن مررت مصادفة بدار الندوة، وهو المكان الذي يجتمع فيه سادة قريش، وسمعت ما كان من أمر المؤامرة التي دبروها ليغدروا بمحمد. أهلا أهلا بسادة قريش وسادة مكة، تفضلوا تفضلوا. مرحبا بسيدي أبي لهب. كيف حالك أيها القيم على خدمة دار الندوة؟ مرحبا بسيدي أبي الحكم. أين أبو لهب؟ ينتظرك في الداخل. تفضل تفضل يا سيدي. مرحبا بكم، تفضلوا تفضلوا. مرحبا بك. ولكن من أنت يا سيدي؟ هل أنت من سادة قريش؟ أنا لا أعرفك ولم أرك من قبل. إليك عني، كلا تعرفني وأنا ذي يأتمر الجميع بأمري. والآن ماذا ستفعل قريش بعد أن رحل أصحاب محمد إلى يثرب وأخذوا معهم تجارتهم وأموالهم؟ إنه لا يسوءنا أن يذهبوا بكل هذه الأموال الطائلة إلى بلد آخر، وأن يقيموا تجارة غنية في بلد منافس لنا. كل ما جرى بسبب محمد. أجل، إنهم يتبعون تعاليمه ويؤمنون به وبما يدعو إليه من دين جديد. لن نسكت عن هذا. يجب أن نقاطع تجارتهم أو أن نحاربهم. حان الوقت لأن أتدخل. نعم، يجب عليكم أن تنتقموا من محمد وصحبه. ولكن من أنت أيها الرجل؟ وما الذي جاء بك إلى مجلسنا؟ أنا الشيطان. ماذا؟ أنا سيد من سادات العرب، جئت لأساعدكم في محنتكم هذه،
لابد من أن تتخلصوا من محمد. وكيف؟ نقتله. نعم نقتله. ويحاربنا بنو عبد مناف من أجله. سادة قريش مجتمعون في دار الندوة. ترى ماذا يدبرون لمحمد؟ أصغي السمع، إنهم يريدون قتله. يا لهم من كفار الأشرار. أجل نقتله. اهدأوا واسمعوا. ما بكم؟ أتخافون قتل محمد؟ أنا أرى قل. هيا. أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى ونعطيه سيفا، ونطلب منهم أن يضربوا محمدا بسيوفهم ضربة واحدة فيقتلوه ونستريح منه، وهكذا يتفرق دمه بين القبائل جميعا، فلا يستطيع بنو عبد مناف محاربة جميع القبائل. فيرضون منا بدية فندفعها لهم. هذا هو أفضل الرأي. أحسنت أبا الحكم. اتفقنا. مسكين أنت يا محمد، تبا لك أيها الرجل القبيح. إنك والله الشيطان في هيئة إنسان. من بالباب؟ أنا رسول من عند محمد بن عبد الله. هل سيدي أبو بكر هنا؟ أجل، وماذا تريد؟ أبلغيه أن سيدي محمدا في طريقه إليه. ولكن محمدا لا يزورنا وقت الظهيرة. أبلغي سيدك بقدوم محمد وكفى. لابد أن أمرا مهما دفع محمدا لزيارتنا في مثل هذا الوقت. لم أعرف كيف علم محمد بأمر المؤامرة، فاتجه من فوره إلى بيت صديقه أبي بكر. إنه سيدي محمد، أعرفه من طريقة قرع الباب بلطف وهدوء. قاطعة، أليس كذلك؟ من سيأتي إلينا في هذا الوقت من المساء يا ترى؟ من بالباب؟ أنا عبد الله بن أرقة الليثي. ما بك أيتها المرأة الطيبة؟ هل نسيتني؟ لا، لم أنسك. كيف وأنت من أكثر من يخدمون سيدي إخلاصا وأمانة؟ أين سيدي أبو بكر؟ ولكن ما الذي أتى بك إلينا الآن؟ سيدي أرسل في طلبي. أين هو؟
تفضل، إنه في الداخل. ما الذي يجري من حولنا؟ سيدي محمد يأتي ظهرا، يمكث قليلا ويذهب مسرعا، وسيدي أبو بكر يطلب من ابنتيه عائشة وأسماء ألا تكونا في مجلس محمد، كأن هناك سرا لا يريد محمد أن تطلع كلتاهما عليه. وها هو عبد الله يأتي إلينا في مثل هذا الوقت. ما الأمر يا ترى؟ عامر بن فهيرة، أين أنت يا أخي؟ من هناك؟ من؟ عبد الله، مرحبا بك. كيف حالك يا عامر؟ بخير، ولكن ما الذي أتى بك في هذا المساء؟ جئت لأمر خطير. لأمر خطير؟ أجل. وما هاتان الراحلتان الرهما وراءك؟ هل للسر مكان؟ تعال معي. صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين. تعال معي. قل لي، ماذا وراءك؟ اسمع يا أخي، بعد قليل وعندما يطبق الظلام على الكون سيخرج سيدنا أبو بكر مع صديقه محمد بن عبد الله قاصدين يثرب، وسأسلم إليهما الراحلتين عندما يقتربان من هنا. أفهم من كلامك أنهما لا يريدان لأحد أن يعلم بأمر رحيلهما. أجل، فقد طلب إلي سيدي أبو بكر أن يبقى الأمر سرا بيننا. ألم ترافقهما في طريقهما؟ فأنت دليل ماهر. وتعرف كل الطرقات المؤدية إلى يثرب. نعم، سوف أكون هاديا لهما في سفرهما. وما دوري أنا؟ وما هو المطلوب مني؟ أنت تعلم أن سيدنا أبا بكر يثق بك، وهو يأتمنك على أغنامه ومواشيه. وأنا أهل لهذه الثقة. سيدي أبو بكر يطلب منك أن ترصد الطريق القادمة من مكة، وأن تبلغني على الفور إذا ما رأيت أحدا يتتبع أثرهما. حسنا يا عبد الله، اطمئن ولا تقلق. سأظل أطوف وأنا أراقب الطريق، ولن يغمض لي جفن. ها هو بيت محمد. سوف نتوزع من حوله لنرصد خروجه، فنهجم عليه ونضربه بسيوفنا وتنتهي مكة منه. انظر، إنه ينام في فراشه. سوف نرصده حتى يصحو من نومه. سيدي أبا بكر، سيدي محمد، اخرجا من وراء الصخرة، ها قد أحضرت لكما الراحلتين. طال مكوث محمد في الداخل، مللت من الانتظار. هيا فلنهجم عليه في بيته. القمر بدر
وها قد قطعنا شوطا من الليل. أخشى أن يكون الذين يتربصون بسيدي محمد قد اكتشفوا غيابه. ها قد وصلنا إلى منطقة المغاور والكهوف. أرى أن تختبئ في أحدها، فأنا أخشى إذا لحقوا بنا أن يروا آثار الأقدام فوق الرمال، والقمر يسطع بنوره فوق الصحراء فيستطيع معرفة طريقنا. اهبطا الآن وتواريا في هذا الغار، وأنا سأعود بالراحلتين أخبئهما وأستطلع الأمر، ومتى تأكدت من سلامة الطريق عدت إليكما. هيا أسرعا. لقد هرب محمد ولم نره. وعندما اقتحمنا بيته وجدنا الفتى علي بن أبي طالب ينام في فراش محمد. وماذا سنفعل الآن؟ نبحث عنه أو نلحق به. أجل، نلحق به. انظروا، هذه آثار على الرمال. لابد أنها لمحمد. ومن معه؟ إنه ليس وحده، هذه آثار لأكثر من رجل وأكثر من راحلة. لا شك أنه يتجه نحو يثرب حيث صحبه. فلنتتبع الأثر إذن. إني أخشى يا عامر أن يعثروا عليهما، فهم لم يكفوا عن البحث عنهما منذ ليلة البارحة. ألم تقل إنهما يختبئان؟ بلى، إنهما يختبئان في غار ثور. أخشى أن يصادفهما في الغار وحش أو أفعى. إنهم عثروا عليهما قتلوهما. فلتحميهما عناية الله. آثار الأقدام تنتهي هنا، لم يعد هناك آثار نتتبعها. ترى هل جرفتها الرياح؟ ولكن الطقس ساكن ولا توجد رياح. إذن كيف انقطع الأثر؟ هل يجوز أن يكون محمد قد عاد إلى مكة لسبب ما؟ أو أنه يختبئ مع من معه في أحد هذه المغاور؟ هذا كهف مهجور، قد نسجت العنكبوت خيوطها على فتحته، ورقدت أمامه هذه الحمامة بالسلام. لا يمكن أن يكون داخله أحد. وتشاء العناية الإلهية أن تكون عنكبوت ضعيفة وحمامة سلام درعا يحمي محمدا والصديق أبا بكر ويصرف عنهما كيد الكفار. أسرع يا عبد الله، أسرع إلى الغار وأخبرهما أن يظلا مختبئين، وأن فرسان مكة ما زالوا يحومون في الجوار غير يائسين من العثور عليهما. سأنطلق على الفور. طيب، أرى أحدا ما قادما إلينا. لا تخف، إنها سيدتي أسماء بنت أبي بكر. ما الذي أتى بها إلى هنا؟ مرحبا بسيدتي أسماء. مرحبا يا عبد الله. جئت مبكرا. لم أستطع الانتظار أكثر. هذا عامر بن فهيرة، لقد رصد لنا الطريق وهي آمنة الآن. هل أتيت بالماء والزاد؟ أجل. عفوا يا سيدتي، عفوا، ولكني لا أرى بين يديك شيئا. إني أخبئه في نطاق هذا.
أحسنت يا سيدتي. هيا انطلقا، رافقتكما السلامة. يا إلهي، أرى آثار أقدام الفرسان هنا. أخشى أن يكونوا قد عثروا عليهما. هل أنت متأكد أنهما هنا في هذا الغار؟ أجل، هذا غار ثور وأنا أعرفه جيدا. ولكن كيف نسجت العنكبوت على بابه هذه الخيوط؟ وهذه الحمامة الوادعة ترقد فوق البيض أمامها. أبي، هل أنتما هنا؟ أسمع صوت أبي في الداخل، إنه في الداخل وراء خيوط العنكبوت هذه. عبد الله، هذه معجزة من السماء. لابد أن الكفار ظنوه كهفا مهجورا فانصرفوا عنه. لقد مضت أيام 3 على اختفاء محمد، وما من أثر له في الصحراء أو في طريق يثرب أو حتى في الدروب الخلفية المؤدية إليها. كأن الأرض انشقت وابتلعت. أخشى أن نكون قد فقدنا الأمل في العثور عليه. لقد خرج ولم نعثر عليه. كفوا عن البحث عنه. ذلك هو القضاء ورسالة السماء لأشرف الأنبياء. الحمد لله، أصبحت الطريق آمنة. لقد كف الفرسان عن البحث. هل أنت واثق يا عامر؟ 3 أيام بلياليها والفرسان يحومون في المكان. لقد يأسوا، وأنا واثق بأن الطريق آمنة الآن. إذن سوف أسبقك إليهما يا عبد الله، إلى أن تأتي بالراحلتين. أنا أرافقك يا سيدتي. إذن هيا بنا. وهكذا خرج محمد بن عبد الله من مكة إلى يثرب، وهو يحمل معه رسالة السماء ليبدأ رحلة الهجرة إلى أرض جديدة يلقى فيها مصيرا آخر، وتلك لها قصة أخرى. محمد ختامه أتته كل المعجزات، يكفي بالقرآن ما فيه من ماض وآت. صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين.